مرحبا شباب، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير. أحييكم من العاصمة العراقية بغداد. احنا اليوم المصادف 18/8/2026. الساعة الآن في بغداد هي 6:20 صباحا. درجة الحرارة ببغداد هي 32 درجة مئوية. احنا اليوم ثلاثاء. حاليا احنا موجودين في منطقة اليرموك في الأربع شوارع. هذا هو الشارع الرئيسي في اليرموك. أربع شوارع تعتبر الشارع الرئيسي والأساسي بمنطقة اليرموك. طبعا المفروض اليوم أكو انخفاض إضافي بدرجات الحرارة حسب البارحة ما قريت بتوقعات الطقس إنه اليوم راح تسجل الحرارة ببغداد ظهرا 44 درجة مئوية، وهذا انخفاض جيد يعني أنا أعتبره بعد الانخفاض الأول اللي ودعنا بدرجات الحرارة اللي 50 وفوق 50. الآن إحنا اليوم أول يوم نكسر حاجز 45. حركة السيارات هادئة في بغداد، بعدنا بوقت مبكر من الصباح. الآن إحنا في ساحة قحطان. الآن أنا راح أرجع للسايد الثاني من الأربع شوارع. طبعا الأربع شوارع من سنوات كانت عبارة عن بيوت فقط، ماكو هاي المطاعم والمحال التجارية ولا الكافيهات. شوية شوية الشارع بدأ يصير تجاري، على الأقل الواجهة اللي مباشرة على الأربع شوارع. وكذلك شارع نادي اليرموك أيضا صار تجاري بمعظمه يعني. هسه راح ناخذ يعني شوية لفة نشوفه. شارع نادي اليرموك الترفيهي. هذا شارع نادي اليرموك. نادي اليرموك على يميننا. طبعا أتمنى لا تنسون إنه تسووا لي لايكات، تكتبون تعليقات، تشيرون الفيديو، تسوون سبسكرايب للقناة، وتفعلون زر الجرس حتى تجيكم التنبيهات أول بأول. طبعا دا أسأل عن أصدقاء القناة القديمين، يعني ما دا أشوف من عندهم أي تعليقات أو شي، يعني يا ريت يطمنونا عنهم.
هذا السايد الثاني من شارع نادي اليرموك. الآن رجعنا مرة ثانية إلى الأربع شوارع، نكمل جولتنا في الأربع شوارع الآن. الآن إحنا أصبحنا قريبين من تقاطع الأردن اللي هو يصير بوسط شارع الأردن. ما زلنا في الأربع شوارع. الشارع كله عبارة عن مطاعم وكافيهات وعيادات طبية. أغلب العيادات الطبية الموجودة هنا هي للتجميل يعني. ما أريد أطول الفيديو عليكم أكثر، مثل ما قلت لكم لا تنسون من الدعم، لايكات، تعليقات، شيروا الفيديو، سبسكرايب للقناة. شكرا لكم، نشوفكم على خير، مع السلامة.